احنا موظفين الاسكان بنتضرر من قرار السيد المحافظ باضطهاده لموظفي الاسكان ونقلهم جامعات بال15 وبال10 وبال20. احنا ناس سكرتاريه بنشتغل كل شغلتنا سلم واستلم ملفات واوراق. استلمنا 45,000 انجزناهم ونزلناهم للابحاث. بنتضرر من هذا القرار لان احنا ما فيش في ايدينا اي حاجه، ده احنا ورق بنسلم واستلم. ايه الضرر اللي احنا ممكن نعمله وايه اللي يكون ده جزائنا بعد شغل؟ ونفاجئ بالقرار بعد شغل 45,000 ملف في وقت صغير. سيبنا بيتنا واولادنا وكنا بنيجي من الصبح بالليل، وكنا بنيجي في رمضان في البتاع واوقات غير عملنا او الجمعه والسبت في اللي هي العطله الرسميه. ايه الضرر اللي ممكن يحصل مننا؟ ايه السبب؟ وايه السبب؟ لماذا نقلنا؟ هم ماسكين اي حاجه عليكم مثلا او لو هو محافظ بورسعيد نعرف ايه السبب؟ نعرف ايه السبب؟ وايه اللي حصل علشان السبب؟ ولو عنده سبب يواجهنا بيه، ولو لقى يوم جيزه في ملفنا يوم جيزه واحد يواجهنا بيه. ده نقل تعسفي مكافاه لشغلنا، ده مكافاه لشغلنا. 45,000 ملف اشتغلناهم وعملنا لهم قاعده بيانات وزعناهم على الباحثين. ما تكونش هي دي النتيجه، ما يكونش دي المكافاه اللي لنا. احنا ما خدناش مكافاه. هو القرار طلع مفاجئ صح؟ القرار كان مفاجئ وكان غادر لنا وبعد العيد. كان بعد العيد يعني هي دي العيديه بتاعته لنا. المحافظ ده ولا يعرفنا ولا يعرف اسامينا ولا يعرف نظام الشغل اللي احنا شغالين بيه، ولا عنده فكره عن الحوالات اللي ب 45 مليون مركونه عندنا ليه ما راحتش البنك لحد النهارده. طالبنا وناشدنا كتير ان الحوالات اللي ب 45 مليون ديت نخلي مسؤوليتنا منها. ما حدش فاكرها، ما حدش بيسال عليها، ما حدش بيهتم بيها. ينقلنا اللي بيسلمهم واللي بيستلموا في وقت واحد. طب مين لصالح مين؟ مين اللي يشتغل؟ مين اللي يهدر الفلوس ديت؟ مين اللي يهدر الملعب؟ عندك الملفات وعندك الشغل اللي اشتغلناه ليل نهار. هذا الشغل اشتغلناه ليل نهار. سلمنا 45,000 موظف، 45 باحث، 45,000 ملف في وقت قياسي. عملنا منه قاعده بيانات مش على اي مستوى محافظه. وانت تصعدوا الموضوع ولا؟ وهنصعد الموضوع وهنطالب بحقنا. وادي مذكرات عاملينها للسيد مفوض الدوله المستشار. هنرفع قضيه وهنسافر للوزاره في مصر وزير المحليات. ولو وصلت للسيسي هنروح للسيسي لان ده حقنا. عشان المحافظ احنا موظفين شرفاء. احنا مش قادرين. والآتي دي كمان احنا موظفين شرفاء. ما احناش خايفين من حاجه. ما عندناش يوم جيزه، ما خدناش اي مخالفه، ما شلناش باي رشوه، ما شلناش باي حاجه. احنا شغلتنا سكرتاريه بنسلم ونستلم. اذا كان هو غضبان من مدير الاداره او من الاون تي في اسمه الحسيني ما ياخدناش كبش فيدا. هي بعد ده كله حصل بعد الحوار بتاع الاون تي في بتاع الحسيني. اسمه ايه الحسيني؟ يوسف الحسيني. اخدنا كبش فيدا قال يعني بيعمل حاجه. هو لا بيعمل ولا عارف يعمل ولا عارف يمشي البلد. ده محافظ خطا. ده محافظ اجى خطا في البلد ومشى البلد خطا. المحافظ ده هو اللي سقط البلد مش بس الاسكان. فالمحافظ ده مضطهد الجميع. دخل حي العرب نقل 45 موظف، راح حي الجنوب نقل حي الجنوب بحاله عشان يقول انا بعمل حركه تنقلات في البلد وبعمل شغل. هو ما بيعملش حاجه غير ان بيلخبط البلد في بعضها وبيسقط الادارات وبيسقط شغل، ولا يهمه المواطن ولا يهمه نظام العمل ولا ماشي بسيستم غلط باسم اسامه انور البياض. هو ماشي بدماغه، ما بيعملش حاجه غير ان هو ماشي بدماغه. اسامه انور بياض. وهنصعد الموضوع ومش هنسكت حتى لو نفذنا قرار النقل برضه مش هنسكت. حتى لو وصلت ان احنا نقابل السيسي على النقل مش هنسكت. النقل ما يهمناش، النقل ما يهمناش. انا موظفه هنا موظفه في مكان تاني بنشتغل ولكن احنا الحمد لله بنشتغل بشرف. احنا بنشتغل بشرف هنا في اي حته. حتى لو قعدنا جنب الحمامات هننضفها كويس. ولكن احنا ما بيهمناش ان هو يجينا نقل. لا احنا مش هنسكت. لكن ما بنعملش. والله لو وصلت رئيس الجمهوريه